كما كان مقرر فاليوم شرعنا في المرافعات وحقها. انا شخصيا ما اقتنعتش بالكلام ديال ممثل النيابه العامه، هذا رايي الشخصي. ولكن اللي تفاجئنا هي ان في الاخر رغم ما عرفنا هذا اليومين من التضامن مع النقيب زيان والنيابه العامه اللي هي كتمثل الحق العام، كتمثل الشعب وكتمثل الحق العام وكتمثل المجتمع اللي كيطلب بالافراج عن النقيب زيان. كنتفاجئوا بان الممثل ديالو كيلتمس رفع العقوبه، ومن حقه، ما كنقولش ماشي من حقه، ولكن لا يتلائم مع المطلب ديال المجتمع الذي ينوب عليه. وعلى اي انسان نرى الكلمه الاخيره كتبقى القضاء الجليس، فهذا كيبقى غير ملتمس. نتمنى انهم ما يستجبروش. والان راه شرعنا حنا كدفاع النقيب زيان وباقي الاشخاص اللي الى جانبه. بدينا في المرافعات، ناول الكلمه الزميل الاول ودابا راه الزميل الثاني الاستاذ عدلي راه خدا الكلمه اللي جا من مكناس. كانت المرافعه ديال الاستاذ بوجيده قيمه من الناحيه التقنيه، لانه بحكم انه قاضي سابق في مساله الحسابات فهو عنده درايه وعلم بهذه الامور لان مارسها. وكان واضح كيقول جوابا على المرافعه ديال النيابه العامه، كيقول له ما يمكن لكمش تطبقوا القوانين ديال المحاسبه العموميه على هذه الحاله ديال الاحزاب العموميه، الاحزاب السياسيه، لان هذيك الشيء هذوك النصوص كتطبق على الادارات العموميه، ماشي نفس المنطق. الحزب ماشي اداره، ووضحها بطريقه جيده، وكانت مرافعه مقنعه. والان نستمر في المرافعات، يعني غادي تطول الامور شويه. السدين بما انك تكلمت على الحضور ديال المحامين، كنشوفوا حضور يعني كثافه كبيره المحامين من خارج المدينه ديال الرباط او الدار البيضاء او انا ديما كنقول المحامين جسم المحاماه مع النقيب زيان. ما تنساوش بان كاين واحد اتحاد محامون الشباب، لا فيدراليه اتحاد محامون الشباب ولا السيد الكاتب العام اتحاد محامون الشباب بالرباط كان يحضر في جميع الجلسات دون استثناء. اش غنقول لك، الشباب في المحاماه راه كيشكل على الاقل نص ديال الجسم ديال المحاماه، اذا ما كانش اكثر. فملي كيكون على الاقل نص معك راه يعني ان الجسم كله معك تقريبا. ما يمكنش يكون عندك الاجماع، هذه غير الاجماع ما كاينش في الدنيا، ولكن المهم اذا عندك 50% ديال الناس معك فهذا راه شيء مهم. استاذ علي، كيف استقبلتم الخبر ولو كان اشاعه ديال الاعفاء على النقيب زيان؟ فاش كتشوف ديك الشيء ولا الناس كيعيطوا لك في الصباح وكيقول لك راه سمعنا شنو كاين، وكتشوف كتقول يا ربي تكون صحيحه، ما كرهناش يخرج وصافي. ومن بعد ما بحال كيقول لك لاسونسور ايموسيونيل، كيطلعوك للسماء وكيشعطوك الارض وصافي. هادشي اللي وقع، ولكن كتقول الحمد لله. فالزوين على اين، اللهم الواحد يفايل عليك بحال هكا ولا يفايل عليك بشي حاجه خايبه. الحالات الصحيه راه السيد راه مريض، مريض خصو يكون في دارو ماشي مكانته. السيد خصو يترد له، خصو العنايه، وخصو يترد له واحد الاعتبار ديالو نظرا لما قدمه من خدمه للوطن. وبحال كيقول لك هو لو كان كتهمو راسو عمره ما كان يستقل من الوزاره او لا كان يتاخذ شي مواقف اللي اليوم جات به للسجن. كان يمكن له يسلك ويبقى غادي بخير مع راسو. فريمون خساره. ممثل النيابه العامه طلب رفع العقوبه الابتدائيه الصادره في حق النقيب محمد زيان، وهي 5 سنوات سجنا نافذا. كنتاسف لهذا الامر هذا، خاصه ان النقيب محمد زيان تجاوز اليوم 82 سنه، واش ظروفه الصحيه كتسمح انه يبقى داخل السجن. دائما في هذا السياق اللي كاين حاليا كنلاحظوا واحد الحمله ديال المطالبه بالافراج عن النقيب محمد زيان. اليوم كنشوفوا بان النيابه العامه جات عكس اراده ديال المغاربه والعكس ديال الاراده ديال الشعب. مراسل بلا حدود قالت بان الحريه ديال الصحافه في المغرب وصلت، حققنا صحيح حققنا 9 ديال النقاط، ولكن كتقول بان الحكومه احكمت القبض على المنابر الاعلاميه وعلى هذا.
ماشي غير حريه الصحافه، كاين نقيب محمد زيان في السجن، كاين ناصر الزفزافي والشباب ديال الحراك ديال الريف حتى هما باقيين معتقلين. حاليا كاين استماع لمجموعه ديال النشطاء ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. ايضا اليوم كانت المحاكمه ديال رضوان القسطيط في الهيئه ديال طنجه، في المحكمه ديال طنجه، في محكمه الاستئناف ديال طنجه. البستي ايضا. بغيت نسول انا غير المسؤولين في هذا السياق اللي حنا غاديين فيه او الطريق اللي حنا غاديين فيها فين غتوصلنا. النقيب زيان خاصو يكون برا السجن. راجل بحالو عطى بزاف للبلاد، اكيد انه خاص يكون المكان ديالو هو المنزل ديالو ويحظى بواحد العنايه خاصه، لان لا الصحه ديالو ولا لاج ديالو سن الشيخوخه كيأثر سلبا على الصحه ديالو، لانه كيعاني اصلا من امراض مزمنه وكبت المسار وكبت حياته. فلهذا كنطالب انا خاصه او كنطالبوا حنا بزاف ديال الناس بنا مجموعه ديال الحقوقيين والهيئات الحقوقيه الوطنيه والدوليه والمغاربه عموما، المغاربه ايضا كيطالبوا بالافراج عن النقيب زيان. ميديانايا، تحري صدق مهنيه. باش يوصلكم جديد ميديانايا ما تنساوش الاشتراك، البارطاج وتفعيل الجرس. مرحبا والف مرحبا.